مرحبا، شلونكم؟ واليوم رجعت وياكم فيديو جديد. حسوي وياكم خبز عروق عراقي والطعم يجنن، ويلا نشوف الطريقة. بالبداية حنحضر العجين. بسم الله. عندي هنا 4 أكواب من الطحين، نضيف ملعقة من الخمرة، بعدها حنضيف البهارات، كركم ملعقة، فلفل أسود، كزبرة اختياري طبعا، والملح. بعدها حضيف 1.5 كوب من المي الدافي بالتدريج. طبعا المي اخذ من عندي 2 كوب حسب نوع الطحين اللي تستخدموه، انتوا تبون تضيفون المي لحد ما يلزم وياكم العجين. اخر شي حضيف زيت الزيتون ملعقتين، ونعجنها عجنة خفيفة ويا الزيت. بعد ما صارت العجينة وياي بهذا الشكل هغطيها ونتركها نص ساعة. وهنا بعد نص ساعة بعد ما اختمر عندنا العجين حنضيف اللحم مفروم، هذا اللحم مفروم دهين، ونضيف البصل ثارمته مكعبات، ونضيف المعدنوس او الكرفس. هنجانسهم كل زين. هسه هحضر الصينية، ضفت لها طحين. ادي هسه شنو هنا زيت، ادهن ايديا حتى ما تلتصق عندنا العجينة. هسه بعد ما كملنا شنك طلع عندي 6 قطع، تقدرون انتو تسووا حسب الحجم اللي يناسبكم. هو بالعادة احنا لازم نسويه بالتنور، بس انا ما عندي تنور، حسويكم اياه بالفرن، او تقدرون تسووا على الطباخ بالطاوة، يعني حرارة حيل مرتفعة كلش عالية. هسه احنا حضر الصينية مال الفرن حتى نخلي عليها الخبز. وهسه حندخلها للفرن على حرارة مرتفعة من الأسفل والأعلى. وراح أسوي وياكم القسم الثاني بالطاوة. طبعا الطاوة خليتها على حرارة كلش عالية وناصية. بعد ما حمت عندنا الطاوة ننزل العجين، وأول ما تبدي تاخذ لون ذهبي نقلبها على الجهة الثانية، نقلب بيها باستمرار لما تستوي. وهذه أول وحدة اللي صارت بالطاوة، وهذني اللي سويناهم بالفرن. وبهذا الشكل جهز ويانا الخبز. طبعا شوفوا لي الخبزة شلون طرية. هاي اللي سويناها بالطاوة، وهاي اللي سويناها بالفرن. خبز العروق ما يحلى الا ويا الشاي والخضرة. طبعا الريحة تجنن. واتمنى اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون الضغط على زر اللايك والمتابعة والتعليق الحلو. واقولكم سلامكم العافية، مع السلامة، انتظروني فيديو جديد.